زميلنا وائل ثابت من الإسكندرية، وننوه مشاهدينا الكرام لهذا الخبر العاجل، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد 3 أيام على شهداء الوطن. نتحول بحضراتكم إلى الشرقية والزميلة إيمان مهنا الصحفية باليوم السابع. إيمان، يعني ملخص لمشهد الشرقية اليوم. النهارده محافظة الشرقية كان وقعت اشتباكات بين طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر والموظفين الأمن، بسبب كان في مسيرة طلاب الإخوان المسلمين كان فيها بتردد بعض الهتافات التي استفزت مشاعر عدد من الموظفين. وقعت الاشتباكات وتطورت المشادات، تطورت الاشتباكات فيما بينهم. كمان كان في جامعة الزقازيق بتواصل الاحتجاجات الطلابية اعتراضا على نبذ العنف في جميع كليات الجامعة. دعوة لنبذ العنف وليس اعتراضا عليه. هي اعتراضا على احداث العنف اللي بتشهدها للجامعة والاشتباكات، وكمان بيعترضوا على الاحداث اللي شهدتها الجامعة يوم السبت من استعانة إدارة الجامعة بالشرطة لفض اعتصام طلاب كلية هندسة بعد ما أغلقوا الأبواب بالجنازير ومنعوا زملائهم من دخول أداء الامتحانات العملي في الكلية. كمان محافظة الشرقية بتنتظر تشييع جثمان الشهيد عبد الرحمن حسين إبراهيم، أحد شهداء حادث العريش اليوم. هو رقيب شرطة من قرية المنستري مركز أبو كبير، وكان للأسف كانت خطوبته من أسبوعين، وكانوا الأهالي بيحتفلوا بالخطوبة، وكانت الأسرة لسه بتستقبل التهاني من أهالي القرية بمناسبة الخطوبة، لكن ربنا اختاره واستشهد النهارده، والأهالي في حالة حزن شديد عليه. أشكرك شكرا جزيلا إيمان مهنا على هذه الجولة السريعة. ما زلنا مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة لأخبارنا المحلية. ربما هناك تأكيدات على أن قوات سواء الجيش أو الشرطة رغم هذه الأحداث المتكررة لا تخشى أن تصيبها رصاصات الغدر من أجل مصر. هناك تأكيدات من القوات المسلحة أنها ستحارب بأرواحها وبأرواح كافة جنودها للدفاع عن مصر، وأن هذه الموجة من الإرهاب هي في النهاية إلى زوال وإلى انحصار، وإن كان على شهداء الوطن أن يدفعوا ثمن هذا الدفاع عن الوطن.